عباد الله، اتقوا الله تعالى وارجعوا إلى بارئكم، واعلموا أن الله لم يخلقكم عبثا في هذه الدنيا ولن يترككم سدى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلقنا واختصنا من بين مخلوقاته بعقول، كلفنا بسبب وجودها بأوامر ونواهي، وابتلانا بها ليختبرنا، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجعل الإسلام لنا هاديا إلى أفضل الطرق الموصلة إلى رضاه، واختصنا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين، وأنزل معه المعجزة العظمى النور المبين كلام رب العالمين، فعرف الناس وعلمهم وأرشدهم إلى مرضاة ربهم، ولم يزل يكابد في ذلك أعداء الله حتى تتم له ما أراد. فذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلف فينا كتابا عظيما وسنة جليلة مشتملة على الواجبات والنواهي والآداب التي تكفل للمسلم أن يعيش في هذه الدنيا سعيدا ويلقى الله مسرورا. وخلف حملة لكتابه وتراجمة له يعرفون محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ومجمله ومبينه ومطلقه ومقيده، فلا بد من بذل الجهد واستحضار الأذهان واستمداد العون من الله والبحث الصحيح وأخذه من أهلها الذين قرنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالكتاب